تشاهدون في رمضان العديد من المسلسلات اليمنية، ولكن قبل البدء أتمنى أن تضغط زر اللايك وأن يصل هذا الفيديو إلى أكثر من 10,000 لايك. هيا لنبدأ. بعد غيابي لمدة عام و10 أشهر ها أنا عدت مجددا. كبداية سنبدأ مع مسلسل صلاح الوافي، والذي توقف لمدة عام في السنة الماضية ولم يعرض له أي مسلسل. كان آخر مسلسل للفنان عرض هو مسلسل كابتشينو من بطولة الفنان صلاح الوافي والفنان محمد قحطان. هذا الكائن الغريب تلاقي لك صرفة، لا يمكن يشتغل هنا بالكافة. حيث أن صلاح الوافي لديه هذا العام عملان، هذا كما صرح به خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك. معنا مسلسل في قناة السعيدة ومسلسل في قناة يمن شباب بإذن الله تعالى، مسلسلين السنة إن شاء الله إذا أراد الله. نعودكم على غياب السنة الأولى. خلي السنة لما يرفع بيزيد شوية لما يقدم خير يفتح حق المسلسل. أنت نبدأ نقابل الأولين. واحد يعلمني. حلوة. السلام. حياك أخي سامح حياك. كذا ما يوصلوها. جلس عد أنت جلس عد. تمام. حيا صلاح الصلاحي، حياك يا أخي الحبيب، حياك يا عبد الله تعال. حيا قد أصحاب حيا أخي فوزي، حيا بالحبيب. ما نشدري عريقتي يرجعوا ولا كيف؟ أخوكم رعوي كمان. تحملوني يعني كاجيت ولا كا. هذه قلبك والله. بعد ذلك كشف الفنان صلاح الوافي عن اسم المسلسل، حيث قال صورا من كواليس مسلسل أرزاق، وقام بنشر هذه الصور. دعونا نشاهد. دعونا الآن نتعرف على أبطال مسلسل أرزاق وعلى أي قناة سيعرض. شاهدوا التفاصيل. مسلسل أرزاق من بطولة الفنان صلاح الوافي وأيضا الفنان فهد القرني بعد غياب طويل لم يلتقي به الفنان صلاح الوافي، وأيضا الفنان سمير قحطان والفنانة شيماء محمد وأيضا الفنان حسن الجماعي. مسلسل أرزاق سيعرض هذا العام 2023 في شهر رمضان المبارك على قناة يمن شباب. مسلسل أرزاق من إخراج المخرج والمنتج السوري الحائز على جائزة أفضل مخرج عن مسلسل مدينة نانيرج بمهرجان مونديال القاهرة 2014. المخرج كارو آرارد. صورا من خلف الكواليس لمسلسل أرزاق. وفي الأخير أرجو منكم الاشتراك في القناة، والمشتركون سابقا أن يقوموا بتجديد الاشتراك حتى يصلكم كل جديد.